شايفين الميزان عامل كام يا ابطال؟ قرب على ال7 كيلو. ده مش بط تسمين، ده بط مسكوفي R41 شغال، صحته حديد. عشان نوصل للميزان ده لازم نعرف الخلطة العبقرية اللي بمكوناتها التكلفة هتقل للنص وتحول معاك البط لماكينات لحم في البيت. السر مش بس في الوزن، السر في قوة الخصوبة اللي عند الذكور بتاعتهم. انا النهارده هكشف لكم الاسرار اللي مفيش حد هيقولها لك غير اللي غاوي بجد. لو عايز تعرف سر الخلطة الجبارة انزل اشترك دلوقتي واستنى معايا بالفيديو للاخر، علشان كل ثانية في الفيديو هتكون مليانة اسرار لتسمين البط المسكوف R41. سلام عليكم احلى ابطال في الدنيا دي كلها، معاكم اخوكم ابو ياسين. اللايك بتاعك الجميل ويلا بينا نعرف الاسرار. السر الاول هو النوع او السلاله. النوع بتاع سلاله البط ده هو R41، وعن خبره اقول لك ان R41 الاصلي هو دبابه اللحم حرفيا. على فكره الذكر اللي انتوا شفتوه على الميزان في اول الفيديو ده صغير جدا في السن، ده لسه واصل لمرحله البلوغ، وما شاء الله زي ما انتوا شفتوه كده على الميزان عامل ازاي، صدره العريض الله اكبر. السلاله دي بقى فيها حاجه غريبه جدا، الذكر زي ما انتوا شفتوا بيبقى عامل ازاي دبابه تبارك الرحمن، النتايه بتبقى اقل بكتير جدا منه، بس كل واحد من دول وعنده الميزه المتينه بتاعته. الذكر تبارك الرحمن جسم وفحوله وعنده كميه خصوبه تبارك الله. النتايه بقى رغم جسمها الصغير ده ولكن عندها ميزه محترمه جدا، الا وهي ما شاء الله عنقود بيض لا ينتهي. يبقى الذكر ماسك خصوبه وفحوله وجسم كبير، والنتايه ماسكه عنقود بيض لا ينتهي. شايفين هم مكملين بعض ازاي؟ ما شاء الله حاجه محترمه جدا. السر الثاني الاستقبال والتامين. انا باسس على علف 23، اول شهر بحط ايدي 3 في الميه علشان ادي هيكل المحترم اللي بيشيل الوزن اللي انتوا شفتوه ده، وبحط رافع مناعه، وبحط طبعا كالسيوم لان انتوا عارفين ان دايما البط معرض للكساح. قبل ما اقول لك على المكون السري، لو لسه ما اشتركتش انزل اشترك وفعل زر الجرس وصل على النبي في كومنت، وتعالى لي يا غالي عشان اقول لك سر الخلطه. انا بعمل توازن الاكل بتاع البط عندي. بعمل دايما نص كميه الاكل علف اللي هو ال21 النامي، وبحط التمن شيشه وجزء صغير من العيش ناشف مش كتير طبعا اللي هو العيش مدشوش، وشويه رده ناعمه. ويا سيدي لو تحط حبه كسر فول بيخلي لحم البط طعمه مش عايز اقول لك عسل. بمكونات الخلطه اللي بقول لك عليها دي، مش عايز اقول لك الخلطة ديت مع بعض بتدي مكون جامد جدا للبط، وبتبقى غذاء متكامل كويس. طبعا بنخلطهم كويس جدا مع بعض لغاية لما يبقى الخليط متماسك كده في بعضه ممزوج، ما تحسش فيه اي فرق بينه وبين بعض، كل المكونات تداخلت مع بعضها. ونيجي بقى هنا للمكون اللي انا بقول لكم عنه، المكون السحري اللي انا بسميه كده. ايه هو المكون ده؟ انا هقول لكم عليه. هو ده المكون السري اللي انا دايما بستخدمه، اللي هو الخميره الجافه. طبعا انا هحط دلوقتي حاجه بسيطه قدامكم، ليه؟ لان انا اصلا اوريدي حاطط، انا بس بعرفكم اني بنحط كميه بسيطه، هي طبعا بتبقى على كيلو قد ما بيجيش ربع معلقه صغيره. عايز اقول لكم مفعولها خطير. ليه بقى الخميره هي المكون السحري يا رجاله؟ الخميره عايز اقول لكم هي أستاذ ومايسترو الجهاز الهضمي للبط، هي اللي بتظبط الدنيا جواه جدا. وطالما انت ظبطت الجهاز الهضمي للطائر وبالذات البط، سبحان الله بيحول الأكل للحم. وكمان لما تبقى مأسسه من الصح والكالسيوم وبنيله عظم ما شاء الله عمدان، يطلع الله أكبر الكيان عليه حاجة محترمة جدا جدا. فبجد الخميرة بالنسبة حاجة محترمة تبارك الله، مش عايز اقول لكم عليها. فانتوا جربوا وادعوا لو ايه لاخوك ابو ياسين. وبالمره وانتوا قلت لكم على سر المكون، اللي فيكم ما ضربش اللايك ولا اللي ما اشتركش، رجاء منكم الاشتراك. نفسي نوصل للقناه ل 500 اخ واخت، القناه دايما بتكبر بيكم اخواتي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. انا مالي قلبت على شحات لي كده معلش طبعا ده من عشم فيكم اخواتي حبايبي. نيجي بقى للسر الرابع، طبعا النظافة والتهوية بالنسبة للبط المسكوفي. أنا عايز أقول لكم
إنه شيء لابد منه. لو هتاخدوا بالكم في الفيديو هتلاقي أنا سايب له السطح، عشان كده أنا مسميه سيد السطح. دايما اديله براحه وحريته الكبيرة يتنقل من هنا لهنا، لأن هو بيحب دايما الأماكن الواسعة. ألاقي بيض يمين وبيض شمال، فين وفين على ما أقلمتها إنها تبيض في مكان اللي هو الكاوتش اللي هيظهر، اللي هي جنبها ده كده. فعايز أقول لكم هم دايمًا بيحبّوا النضافة والتهوية، ولازم تحت رجلهم يكون ناشف، لإن هم دايمًا مُعرّض البَط للكساح يا أخواتي في أي وقت، طبعًا كُلّنا عارفين المعلومة دي. وعايز أقول لكم إن لا قدّر الله لو البَط اتكسّح سلِّم لي على الشُهدا اللي معاك، لإن كده خلاص أنت لسه هتقعد تعالج. وأنا دايمًا من رأيي الطائر كِبِر اتنكس منّك وتعب ومرض، صدّقوني مش عارف ما بيجيش قدّام تاني خالص. دي من وجهة نظري المتواضعة. طبعًا زي ما قُلت لكم إن أنا أهِّلت لها المكان ده هنا إنها تبيض هنا، دايمًا باخد البيضة منها يوميًا. ما شاء الله مكنة بيض الله أكبر عليها. وأنا لو بس ما كانش الموضوع عن التغذية كنت وريت لكم خرجها الصغير، ولكن أنا هاعمل عنه فيديو short صغير أوريكم خرجها تبارك الرحمن، اللي هم الأبطال الصغيرين. دي طبعًا شوية من أسرار الR41، لإن الفيديو هيطول منّي جدًا، وأنا عايز أكون ضيف خفيف على قلبكم على قد ما أقدر. لكن لو أنتم حابين يعني إن أنا أعمل حاجات عن البَط وتكون متعمقة جدًا وآخد براحي فيها، يا ريت في التعليق تكتبوا لي إن أنتم عايزين الموضوع بالتفصيل الممل، وأنا على دماغي وراسي إخواتي حبايبي. أنا أتمنى إن أنا أساعد كل أخ وأخت فيكم بإذن الله. ده جزء من أسرار الR41 اللي خلّت الميزان ينطق. لو عجبك الفيديو استفدت منه، بالله عليك دعوة حلوة لأخوك أبو ياسين فضلًا وليس أمرًا. اشترك في القناة بتكبر بيكم، عايزين نوصل ل500 في أقرب وقت. اشترك ولايك وشير، واستنى الفيديو الجاي إن شاء الله. وقولوا لي في الكومنتات أنتم عايزين الفيديوهات عن إيه، أو اختاروا لي المواضيع وأنا تحت أمركم. نفسي تتفاعلوا معايا وأتفاعل معاكم. إحنا بنساعد بعض، وكلها بترزق من فضل الله. وجودكم مشرفني، كل أخ وكل أخت مشترك في القناة تاج على راسي ووسام على صدري. بجد أنا فخور جدا بالدعم اللي انتوا بتدعموه لي. القناة كسرت حاجز ال400، وده طبعا من فضل ربنا ثم فضلكم ووقفتكم معايا. أي أخ ولا أخت محتاج أي حاجة يبعت لي في التعليقات وأنا تحت أمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.